وضوح الرؤية والغاية، طموح كبير ماله نهاية، وحزب النور رفع راية وضوح وطموح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حضورنا الأكارم وضيوفنا الأفاضل، اسمحوا لي في بداية الكلمة أن أرحب بكم جميعا أصالة ونيابة عن أمانة الشباب بحزب النور على تلبيتكم لدعوتنا، ولا نخفي عليكم سعادتنا بهذا الحضور من الشباب ذكورا وإناثا، وانطلاقا من إدراكنا في حزب النور لأهمية دور الشباب في بناء مستقبل هذا الوطن، كان هذا المؤتمر الأول من نوعه للبحث في أحلام الشباب وتطلعاتهم من البرلمان القادم. أتقدم في بداية هذا الحدث بالشكر للأستاذ محمد محرم أمين عام لجنة الشباب بمحافظة الإسكندرية على رعايته وإدارته لهذا الحدث. أتحدث إليكم اليوم حديث الشاب لزملائه الشباب، رفقاء رحلة الأمل والألم معا، ونقف اليوم بعد سنوات من واقع أنتج لنا أزمات كنا نحن الشباب أحد ضحاياها. لا يخفى علي أنه تأتي كلمة الآن بالتزامن مع آلاف الآلاف من الشباب يعملون في واد آخر بعيدا عن تخصصاتهم الدراسية، وأمثالهم يتركون أبواب المصالح كل عام بحثا عن فرصة عمل. تتزامن مع آلام الشباب في صعيد مصر الذين أهدرت حقوقهم في الخدمات التي لم نرضى عنها هنا، وآخرون من شباب الجامعات يفكر في السفر قبل أن ينتهي بعد من دراسته. لذلك فتمكين الشباب من حقوقه وإسكان الشباب إلى الشباب وتحقيق تطلعات أسركم لكم، كل هذه الحقوق وأكثر تقع على أولوياتنا في حزب النور، ولعل ذلك تلمسونه بوضوح في النماذج الشابة التي دفعنا بها في الانتخابات القادمة. يتمتعون بعلاقات طيبة مع مؤسسات الدولة، وليسوا أصحاب أجندات لأحد، بل هي وطنية من رحم هذا المجتمع. عانوا ولا يزالون يعانون مما تعانون منه، ولذلك فهم الأنسب والأكبر للتعبير عنكم خلال هذا البرلمان. تأتي مشاركة حزب النور هذه المرة بصورة أكثر تعبيراً عن مكونات الشعب المصري، في إشارة إلى وجود مجالات ومساحات يمكن الوقوف معاً خلالها خلف حلف وطني نحو مصر التي نحلم بها ويستفيد منها الجميع. لذلك ندعوكم أيها الشباب إلى الإيجابية في كل الأحوال، فالبرلمان القادم منوط به وضع أطر وشكل المجتمع الذي سوف تعيشون فيه بعد ذلك، فاختاروا الشخصيات الشابة التي تمثلكم، ولا تأخذوا بأنفسكم إلى واقع يفرض عليكم. أدرك جيدا أن هناك مؤسسات حتى الآن لا زالت تعيش في عصر غير الذي تعيش فيه عقولنا، ولكن ينبغي أن تدفعنا هذه القصور إلى أخذ زمام المبادرة خلف كل الجهود الرامية إلى الإصلاح. سوف ندعم حقكم كشباب أن تكون أصواتكم مسموعة في دائرة صنع القرار، ونعمل على نقل مشاكلكم إلى البرلمان، فلن نسمح أن تسقطوا من المجتمع بسبب هذه المشاكل. حلمنا في حزب النور هو تمكين الشباب طالبا وعاملا أبا وأما من الحصول على حقوقهم، سواء كنا نعرفهم أم لا، حتى نوجد لأولادنا حياة غير التي عشناها لسنوات. نؤمن في برنامجنا الانتخابي بشباب مصر كضرورة إنمائية لهذا الوطن، ومن خلالهم يمكن رؤية مستقبله. وما يعتبره البعض مشكلة في الشباب نعتبره نحن في حزب النور جزءا من الحل لما تمر به مصر. ويتبنى حزب النور وضع خطة استراتيجية ترسم الأطر العامة لعمل مؤسسات الدولة مع الشباب، وأهمية إشراكهم في البرامج الخاصة بهم لتحقيق التوازن بين ما تريده الدولة من الشباب وما يريده الشباب أنفسهم. نرى ضرورة ملائمة مخرجات المؤسسات التعليمية لمتطلبات سوق العمل، وتبني سياسات التدريب التقني والمهني التي تتناغم مع المهن المطلوبة بالدرجة الأولى، بما يواكب عملية التطوير الاقتصادي في هذه المرحلة. ونتكلم عن استكمال البنية التحتية للمنشآت الرياضية حتى تكون في متناول الجميع، فضلا عن توسيع دائرة المتنفسات الترفيهية أمامكم كشباب، بما في ذلك الخاصة بالمرأة وبما يتناسب مع طبيعتها وأعرافنا المصرية. أيها الشباب، أمسكوا اليوم أقلاما جديدة،
واكتبوا اليوم أحلاما جديدة. أمسكوا أقلام الثقة والأمل والبناء، واكتبوا أحلام العزة والعمل والرخاء. أمسكوا أقلاما طامحة واكتبوا أحلاما واضحة. اكتبوا لنا عن أحلامكم في تعليم جامعي يواكب تطورات العصر وتكافؤ فرص الحصول على الوظائف العامة. اكتبوا لنا عن حقكم في حياة أكثر إنسانية تحترم عقولكم مثل التي يعيشها أمثالنا. اكتبوا لنا كل الأحلام، حتى أحلام من تعرفونهم من زملائكم الذين راحوا ضحية جولات التغيير في بلادنا. أيها الشباب، لكم شيء في هذا الوطن فقوموا إليه. واسمحوا لي أن أوجه رسالة إلى مرشح الحزب من الشباب أمامكم لأحملهم المسؤولية. أيها السادة، الأسبوع القادم بإذن الله سوف يمنحكم هؤلاء الشباب أصواتهم مؤملين فيكم خيرا. مصر في حاجة إلى الشباب، والشباب في حاجة إلى من يعبر عن أحلامهم بصدق. أعلم أنكم لا تستطيعون أن تحلوا مشاكلهم وحدكم، لكن بإمكانكم أن تقدموا لهم الكثير. تعليمهم وتمكينهم أمانة، رعاية إبداعهم وحماية أفكارهم أمانة، أصواتهم وأحلامهم أمانة. وختاما، أدعو كافة المؤسسات المعنية بالشباب إلى دور أكثر فاعلية معهم، تفتح حوارات مع عالمهم الداخلي، مع عواطفهم ومواقفهم، مع أفكارهم وأحلامهم، فسوف ينعكس ذلك على الشباب ومشاركتهم كعنصر فاعل وحاسم في بناء الوطن. أيها الشباب، أمسكوا اليوم أقلاما جديدة واكتبوا اليوم أحلاما جديدة. أمسكوا أقلام الثقة والأمل والبناء واكتبوا أحلام العزة والعمل والرخاء. أمسكوا أقلاما طامحة واكتبوا أحلاما واضحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأنا صوتي عشان بلدي لحزب النور، فأنا صوتي عشان بلدي لحزب النور.